السلام عليكم. الشاحن هو واحد من اكبر اسباب تلف بطاريه الموبايل، ومع فكره ان الشركات ما بقتش تحط الشاحن جوه علبه الموبايل فبقى في اقبال اكتر ان الناس تشتري شواحن خارجيه، وبالتالي بقينا نشوف اسئله كتير جدا على الجروب: اشتري شاحن ايه للموبايل ده؟ وهل الشاحن ده مقلد ولا اصلي؟ وهل الشاحن ده مناسب لموبايل كذا؟ ففي الفيديو ده هنتكلم على الشواحن بالتفصيل عشان تخرج في اخر الفيديو ده خبير شواحن، تعرف بقى ترد على كل الاسئله اللي فاتت دي واكتر. فيلا بينا نبدا الفيديو. خلينا في الاول اديك فكره بسيطه عن بطاريه الموبايل، واللي بالمناسبه كنا عاملين فيديو تفصيلي عنها وازاي تطول عمرها، هسيبهولك في الوصف تحت. بطاريات الموبايلات بتاعتنا هي بطاريات ليثيوم ايون، والبطاريات دي مكونه من قطبين، قطب سالب وقطب موجب. القطب الموجب اسمه كاثود ومصنوع من اكسيد المعدن، والقطب السالب اسمه انود ومصنوع من الكربون او الجرافيت. والقطبين دول متغرقين في سائل اسمه الالكترولايت وفي بينهم حاجز. لما بتكون بطاريه موبايلك مشحونه 100% فكل ايونات الليثيوم والالكترونات بتبقى متخزنه في الجرافيت او في الكربون ناحيه الانود، واول ما بنوصل دايره كهربائيه ما بين الانود والكاثود بتبدا الالكترونات تتحرك في الدايره دي وتروح من الانود للكاثود، وتبدا برضو ايونات الليثيوم تتحرك من الانود للكاثود من خلال الالكترولايت لحد ما توصل بطاريتك ل 0%، وهنا بيكون كل مخزون ايونات الليثيوم اتحول من الانود للكاثود. عشان بقى نشحن البطاريه بتاعتنا بنروح موصلين البطاريه بالشاحن، فبندي الموبايل شحنات كهربائيه، والشحنات الكهربائيه دي بتدفع ايونات الليثيوم والالكترونات انها ترجع تاني ناحيه الانود، وبالتالي توصل بطاريتك ل 100%. وده بيتم عن طريق حاجه اسمها فرق الجهد الكهربائي واللي بيتقاس بالفولت. وطبعا الشحنات الكهربائيه اللي احنا بنديها دي بتتقاس بالامبير. واسمح لي يا صديقي اشرح لك الفولت والامبير بطريقه بلدي بسيطه جدا عشان هنستفيد بيها بعد كده. هنجيب مثلا كونتينر مقسوم نصين بحاجز في النص، جانب فيه ميه والجانب الثاني فاضي. الميه دي هي الشحنات الكهربائيه اللي احنا عاوزين ندخلها للناحيه الثانيه الفاضيه. دلوقتي الناحيه اللي مليانه ميه دي طاقتها عاليه جدا، في زحمه، وبالتالي هي لو لقت اي مخرج تروح الناحيه الثانيه على طول. لو احنا ابتدينا نشيل الحاجز اللي في النص ده واللي هنعتبره ان هو المقاومه، وابتدينا نشيله حاجه بسيطه، هتبتدي تتدفق الميه دي من الناحيه اللي الطاقه فيها عاليه، الناحيه الزحمه، للناحيه الفاضيه. الفرق بقى بين المكان الزحمه ده والمكان الفاضي الناحيه الثانيه، او الطاقه العاليه هنا والطاقه القليله هنا، هو ده اللي بينتج عنه القوه اللي بتدفع الميه من الناحيه اللي الطاقه فيها عاليه للناحيه اللي الطاقه فيها قليله، وهو ده فرق الجهد الكهربائي او الفولت. وبالتالي عشان نزود تدفق الميه احنا محتاجين نعلي الفولت او نزود الميه اللي هي الامبير او نقلل المقاومه، لكن تقليل المقاومه دي في حاله الموبايلات والالكترونيات والاسلاك بتبقى غير ممكنه. ولكن لازم تخلي بالك برضو ان انت لو قعدت تعبي في ميه زياده او تدوس اكتر على الميه والحاجز او المقاومه دي موجوده، ممكن العمليه تطرشق مننا. خلي الفكره دي في دماغك وتخيل بيها بطاريه الموبايل. لو عاوزين نسرع شحن الموبايل هنزود الفولت او نزود الامبير، لكن لو قعدنا نزود الفولت والامبير من غير حساب العمليه هتطرشق مننا. وده ببساطه الشحن السريع، وهنتكلم عنه بالتفصيل كمان شويه. خلينا دلوقتي نتكلم على راس الشاحن، مكوناتها ووظيفتها ايه. مبدئيا راس الشاحن دي بتتكون من 4 مكونات. اول مكون حاجه اسمها ترانسفورمر او المحول، ومعلش هستاذنك نرجع تاني لثانويه عامه كده، كان عندنا درس في الفيزياء اسمه الحث الكهربائي. طبعا انت اكيد مش فاكر حاجه في ثانويه عامه، فانا هشرحه لك بطريقه بسيطه جدا. دلوقتي احنا معانا سلك، السلك ده عملناه على شكل حلزوني اللي هو قعدنا نلفه يعني، وسميناه ده الملف. وصلنا السلك ده بتيار كهرباء، جبنا سلك تاني عملناه على شكل حلزوني برضه، خليناه ملف تاني وما وصلناهوش بتيار كهرباء. الملف اللي احنا وصلناه بالكهرباء ده لو حطيناه جنب الملف اللي ما وصلناهوش بكهرباء هنلاقي ان في كهرباء اتولدت في الملف الثاني اللي هو مش متوصل بكهرباء. وكان حتى بيعمل لك التجربه بان هو بيحط لك لمبه في الملف الثاني بتلاقيها نورت بالرغم ان الملف الثاني مش متوصل باي كهرباء. كهرباء اتولدت فيه عن طريق الحث الكهربائي او عن طريق الطاقه الكهرومغناطيسيه. مقدار الفولت والامبير اللي متولد في الملف الثاني معتمد على الفرق ما بين عدد اللفات اللي في السلك ده وعدد اللفات اللي في السلك ده، وهو ده ببساطه الحث الكهربائي. الترانسفورمر بقى او المحول بتاعنا ده هو مكون من ملفين زي دول كده، وكل مهمته ببساطه ان هو عن طريق الحث الكهربائي ده يقلل لك الفولت العالي اللي جاي من الفيشه لفولت وامبير مناسبين للموبايل او الجهاز اللي بتشحن. لان الفولت اللي جاي في الفيشه عندنا هنا في مصر مثلا هو 220 فولت، ال 220 فولت دول لو دخلوا على الجهاز بتاعك هيبوظ، وبالتالي المحول ده بيحول الفولت العالي ده والكهرباء العاليه دي الكهرباء يستحملها موبايلك. تاني مكون حاجه اسمها ريكتيفاير. احنا عارفين ان الكهرباء اللي بتطلع من الفيشه دي كهرباء متردده او اختصارا بنسميها اي سي. ومتردده او اي سي معناها انها بتغير اتجاهها كل شويه، يعني كل شويه تمشي من الموجب للسالب ومن السالب للموجب. في حالتنا في مصر هنا هي بتغير اتجاهها بسرعه 50 هرتز، يعني 50 مره في الثانيه، وبالتالي برضه الكهرباء المتغيره دي لو دخلت اجهزتنا هتبوظها. وبالتالي مهمه الريكتيفاير دي انها تحول لنا الكهرباء الاي سي دي لكهرباء ثابته او بنسميها دي سي. وده بيحصل ازاي؟ الريكتيفاير دي واللي هي في حاله الشحن بتاعه الموبايل اسمها فول ويف ريكتيفاير، تبقى مكونه من 4 ديود وسلك. والديود ده ببساطه هو مكون كهربائي بيسمح ان الكهرباء تعدي في اتجاه واحد بس، وعن
عن طريق رصه معينه بيخلي الكهرباء المتردده دي تخش جواه وتطلع من السلك ده ثابته زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك دلوقتي. دول ببساطه المكونين القدام اللي موجودين في الشاحن بتاعنا من زمان، من ساعه ما كنا بنسميه الترانس، اللي هم الترانسفورمر المحول اللي بيحول لنا الفولت العالي لفولت قليل اللي يستحمله الموبايل، والريكتيفاير اللي بيحول لنا الكهرباء المتردده الاي سي لكهرباء ثابته دي سي. شواحننا الحديثه بقى فيها اضافه كمان، وهي شيب او اي سي او مايكرو كنترولر، واللي هو نقدر نقول عليهم معالج صغير محطوط جوه الترانس ده بيحوله لشاحن ذكي. والشيب دي بتقدر انها تتواصل مع تشيب ثانيه موجوده في الموبايل او الجهاز اللي انت بتشحنه عشان تعرف بقى حاله الموبايل ده، اولا نوعه ايه، هو عاوز كهرباء قد ايه، هو سخن ولا لا، شحنه اكتمل ولا لا، طب نوقف شحن ولا لا. وكل الحاجات دي الشيبايه دي متحكمه فيها عشان تمنع الضرر عن الموبايل وعن الشحن وتديك بالظبط الكهرباء اللي انت محتاجها. عندنا مكون رابع وهو المكثفات، والمكثفات دي نقدر نعتبرها بطاريات صغيره محطوطه عشان تتشحن وبعد كده تفرغ شحناتها دي، وهي موجوده للامان. يعني لو حصل اي اضطراب اي مشكله، المكثفات دي هي اللي بتاخد الصدمات بدل ما ياخدها الشاحن بتاعك او الموبايل بتاعك. زي مثلا ان الكهرباء تقطع وبعدين تيجي وموبايلك متوصل بالشحن، فالقطعه والمجايه دي بتخلي فيه سبايك كده عاليه في الكهرباء، المكثفات دي هي اللي بتاخد الشحنه الزياده دي بدل ما تخش على طول على موبايلك. كده خلصنا مكونات راس الشاحن. بقى نتكلم على حاجه جديده كده بقيت تشوفها، يقول لك الشاحن ده جان تشارجر، او كلمه جان بقيت تشوفها كتير في الشواحن. احنا عارفين من زمان ان كل الدوائر الكهربائيه والبوردات والكلام ده مكونه من السيليكون، ولكن مؤخرا ظهر حاجه جديده من اشباه الموصلات درجه انصهارها اعلى بكتير من السيليكون، وبالتالي بتتحمل حراره اكتر وكمان انقى من السيليكون فكفاءتها اكتر في توصيل الكهرباء، وهي نترات الجاليوم او الجان. استخدام بقى الجان ده في الشواحن مكان السيليكون خلانا نقدر ان احنا نصغر الشواحن ونخليها اكثر كفاءه وتتحمل سرعات اكتر، لان ببساطه بقيت قادر ان انت تستخدم مثلا ترانسفورمر واحد ومكثف واحد بدل ما كنت تستخدم 2 ترانسفورمر في السيليكون ومكثفين والكلام ده كله. وده السر وراء ان الشواحن بقت اصغر واصغر مع الوقت. في كمان نوع من الشحن بتسمع اسمه كده هو التشي تشارجر، والتشي تشارجر ببساطه هي اسم للستاندرد او البروتوكول الخاص بالشحن اللاسلكي اللي الشركات كلها بتستخدمه، وهو شغال برضه بنفس فكره الحث الكهربائي او الطاقه الكهرومغناطيسيه اللي بتتولد ما بين الباد بتاعه الشحن والموبايل بتاعك اللي محطوط فوقها. اتكلمنا على البطاريات واتكلمنا على راس الشاحن وعرفنا كل حاجه عنهم تقريبا. جه دلوقتي الوقت ان احنا نتكلم على الشحن السريع وتقنياته. واسمحوا لي اجيب حله وشويه رز وكوبايه، ونفترض ان الحله دي هي البطاريه بتاعتنا والرز ده هو الشحنات الكهربائيه الامبير، واحنا قاعدين بنعبي الرز جوه الحله حركه ايدينا دي هي القوه اللي بتدخل الشحنات جوه، ونقدر نسميها الفولت. دلوقتي عايزين نسرع من عمليه ملء الحله بالرز. عندنا حل من اتنين، يا نكبر كوبايه فندخل رز اكتر كل مره اللي هو نعلي الامبير يعني، يا نسرع حركه ايدينا ونزود الجهد اللي بنعمله ونعلي الفولت. طبعا عارفين ان فولت في امبير بيساوي وات، وات ده هو التعبير عن ناتج الكهرباء اللي بيطلع، وبالتالي زودنا فولت زودنا امبير زودنا الاثنين، الوات ده هيزيد هيبقى 10 وات 20 30 50 240 والكلام ده كله. وهي دي فكره الشحن السريع ببساطه، شركات بتزود الفولت وشركات بتزود الامبير، وعامه سواء ان انت زودت حجم الرز او ان انت سرعت ايدك شويه فانت هتتعب، وده بالظبط اللي بيحصل في الشحن السريع، سواء زودت الفولت او زودت الامبير ففي سخونه هتحصل، ولو زودتهم زياده عن اللزوم زي ما قلنا من شويه الدنيا هتطرشق مننا. وبالتالي كل تقنيات الشحن السريع مهمتها وشغلها الشاغل ازاي تشحن موبايلك باسرع سرعه ممكنه، في نفس الوقت تتجنب موضوع السخونيه الزياده اللي بيخلي البطاريات تفرقع. عشان كده بنلاقي كل تقنيات الشحن السريع بتقسم الشحن على مراحل. اول مرحله بتبقى فيها قدره الشاحن كله موجوده، اللي هي اعلى سرعه يقدر يوصل لها الشاحن عشان يشحن اكبر قدر ممكن من البطاريه في اقصر وقت ممكن. وكل ما البطاريه الشحن بتاعها بيزيد وطبعا الحراره بتاعتها بتزيد كذلك، يبتدي الشحن يبطأ ويبطأ ويبطأ، وبالتالي السرعه اللي انت بتشوفها دي 240 واط 100 واط 25 واط، او مش بيفضل شغال بالسرعه دي طول مده الشحن، لا هو بيبدا سريع وبعد كده يبتدي يقل. كمان بقى مع السرعات الخرافيه 120 واط و240 واط، فالشركات بتشغل دماغها وتلاقي افكار جديده عشان تشحن بالسرعات دي وتحافظ على الحراره. فمثلا 120 واط هي في الواقع 60 واط، ولكن البطاريه اللي جوه الموبايل اللي هي مثلا لو قلنا 6000 ملي امبير بتبقى متقسمه بطاريتين 3000 ملي امبير، فيبقى 60 واط دي بتشحن البطاريتين، 60 واط هنا و60 واط هنا فيبقوا 120 واط. فاللي هو احنا بنقسم البطاريتين عشان نعلي السرعه في نفس الوقت نحافظ على السخونيه، وهكذا بقى في افكار كتيره عشان نحل مشكله السخونيه دي. دلوقتي فهمنا فكره الشحن السريع وازاي بيتلافوا المشاكل، بقى نتكلم على الاسامي اللي انت بتشوفها قدامك، ايه هي التقنيات اللي موجوده. فاول تقنيه دايما بتشوفها هي تقنيه الباور ديليفري او اختصارا بي دي، ودي اشهر تقنيه بتشوفها تقريبا لانها الاكثر انتشارا، ومش بس في الموبايلات كمان في اللابات وفي اجهزه كتير. والتقنيه دي بتستخدمها ابل، بتستخدمها جوجل، وبتستخدمها سامسونج كمان، لكن سامسونج بانيه عليها تقنيه ثانيه مسميها بي بي اس. لكن خلينا نتكلم الاول على البي دي. وميزه البي دي انها بترفع
الفولت والامبير بشكل ديناميكي او بما يسمى دايناميك فولتج اند كارنت تشارجنج او DVCC، يعني تقدر انها تغير الفولت وتغير الامبير في نفس الوقت. تقنيه BBS بقى دي اختصار لبروجرامبل باور سبلاي، وزي ما قلنا هي اصلا مبنيه على BD وبتشتغل بنفس فكره DVCC، ولكن هي نسخه محدثه من BD او بروتوكول محدث. المفروض ان هو يكون اكتر امان في الحفاظ على بطاريه موبايلك، لان هو عنده مرونه اكبر في ان هو يتحرك في الفولت والامبير في رينج بشكل لحظي بناء على احتياجات الموبايل، اللي هو عاوز فولت دلوقتي اكتر ولا عاوز امبير اكتر بشكل لحظي وفي رينج، على عكس BD اللي بيتحرك ما بين نقط محدده. والتقنيتين عموما دلوقتي بيقدروا يوصلوا لحد 240 واط، ولكن لسبب ما يعني احنا ما نعرفوش خالص. سامسونج واقفه عند 45 واط بس، وابل الناحيه الثانيه واقفه عند 27 واط. عندنا بعد كده تقنيه الفوك من شركه اوبو، وهي موجوده في كل شركات BBK تحت مسميات مختلفه بقى، داش عند ون بلس، دارت عند ريلمي. وكلمه فوك دي اختصار لفولتج اوبن لوب مالتي ستيب كونستنت كارنت تشارجنج، والتقنيه دي معتمده بشكل اساسي على رفع الامبير اكتر للفولت. وعندنا كمان تقنيه كوالكوم كويك تشارج اللي هي اختصارا QC، والتقنيه دي بتبقى معتمده اكتر على رفع الفولت مش رفع الامبير، ورفع الفولت ده عشان تبقى بتستخدم سلوك ارفع وشواحن ارفع. وتقنيه الكويك تشارج من كوالكوم دلوقتي تقريبا بتوصل لحد 100 واط. اخيرا عندنا شاومي عندها تقنيه الهايبر تشارج، ودي برضو معتمده على رفع الامبير، ولكن كمان معتمده انها بتلعب شويه في البطاريه من جوه عشان تقدر تحافظ عليها. طبعا عندنا تقنيه بامب اكسبريس من ميديا تك، وعندنا برضو سوبر تشارج من هواوي او اونر، وبيشتغلوا بنفس الافكار. وهنا بيجي سؤال مهم بتسال لنا، وهو ايه بقى الافضل، ان احنا نرفع الفولت ولا ان احنا نرفع الامبير؟ لازم نبقى عارفين ان في كلتا الحالتين الحراره هتزيد، لكن لازم نعرف الحراره هتزيد فين اكتر. في حاله ان احنا رفعنا الفولت اكتر فهيبقى عندنا فولت عالي امبير قليل داخل البطاريه او داخل الموبايل، وبالتالي الموبايل عشان يشحن اسرع محتاج ان هو جوه الموبايل يحول الفولت العالي الامبير القليل ده لفولت قليل امبير عالي، وبالتالي عمليه التحويل دي بتحصل جوه الموبايل، وبالتالي الموبايل بيسخن اكتر في عمليه الشحن. عشان كده هنلاقي تقنيه كوالكوم كويك تشارج الموبايل بيسخن فيها اكتر من تقنيه الفوك مثلا. على الناحيه الثانيه تقنيه الفوك والتقنيات اللي بتدعم بقى الامبير الاكتر مقابل الفولت الاقل بتعمل عمليه تحويل الامبير الاكتر فولت اقل دي جوه الشاحن نفسه، فالدايره دي تبقى موجوده جوه الشاحن نفسه مش جوه الموبايل، وبالتالي الموبايل بيبقى سخونيته اقل والشاحن هو اللي بيسخن اكتر. ولكن طبعا بتبقى محتاج سلوك محدده وسلوك بتدعم امبير عالي ويبقى السلك ادخن على عكس الناحيه الثانيه. وبتلاحظ برضو ان في تقنيه الفوك والهايبر تشارج الشاحن نفسه بيبقى اضخم عشان العمليه دي بتتم جواه. طيب يعني مين برضو افضل؟ ببساطه افضل تقنيه شحن سريع دلوقتي هي الباور ديليفري، والتقنيات اللي مبنيه عليها زي BBS والBDO، لانها ببساطه بتعتمد على السيناريو، تقدر انها ترفع الفولت، تقدر انها ترفع الامبير حسب السيناريو اللي قدامك. الموبايل سخن نرفع ده، الموبايل ما سخنش نرفع ده، وهكذا. طبعا غير انها اكثر انتشارا وهتلاقي شواحن كتير ليها. بتيجي بعديها على طول التقنيات اللي بترفع الامبير اكتر زي الفوك والهايبر تشارج. ليه؟ لانه كده الموبايل اكثر امانا، كده لو اي مشكله حصلت، السخونيه تسببت في اي مشكله، هتكون في راس الشاحن مش في الموبايل نفسه. وهنا بيجي السؤال المهم، هل بقى الشحن السريع ده مضر؟ بيخلص البطاريه بسرعه؟ بيبوظها؟ طبعا الشحن السريع مضر لانه بيعلي درجه حراره جامد، ولكن الشركات عارفه ده وعارفه انه مضر وعارفه انه بيعلي درجه الحراره جامد. وزي ما شفنا من شويه هم بيتشقلبوا وبيبتكروا عشان يتلافوا المشكله دي ويتجنبوا الاضرار دي، وبالتالي تقدر ان انت كمستخدم تشحن موبايلك بالشحن السريع اللي مدعوم موبايلك بيه من غير ما تقلق ولا توجع دماغك. هو مضر، ولكن الشركات حلت لك المشكله وانت تطمن موبايلك مش هيحصل له حاجه. نيجي بقى للسؤال المهم، ليه لازم اشتري شاحن من براند مشهور؟ ليه ما اشتريش الشواحن الكحيانه اللي موجوده في المترو مثلا ب 20 جنيه، ولا شاحن مجهول الهويه، ولا شاحن مقلد؟ ايه يعني اللي هيحصل للموبايل؟ وليه ممكن الموبايل يبوظ؟ زي ما قلنا من شويه ان الشواحن دي او راس الشواحن دي مكونه من ترانسفورمر، من ريكتيفاير، من مكثفات. طب لو مكون من المكونات دي مش معمول كويس، مش موجود اصلا او بايظ، الترانسفورمر مثلا بايظ او رديء، هيخلي ال 220 فولت يخش في موبايلك مره واحده تبوظه. الريكتيفاير مثلا مش مكتمل، مستخدمين هاف ويف مكان فول ويف، حاجه كده ما رضيتش اقولها لك اختصارا للوقت يعني، لكن لو استخدموها هيخش على موبايلك AC يبوظه. المكثفات تعبانه او بايظه مش هتقدر تمتص الصدمات، وموبايلك هو اللي هياخد الصدمه. على الجانب الاخر الشركات او البراندات المشهوره في الشواحن بتبقى عندها جوده لانها براند معروف، لو شواحنها كانت بتبوظ دايما فسمعتها هتتضر، وبالتالي محدش هيشتري منها، وبالتالي لازم دايما تفضل محافظه على جودتها عشان سمعتها ما تتضرش. وده السبب اللي يخليك لازم تشتري شواحن من شركات معروفه زي يو جرين، هوكو، انكر، وشركات تانية كتيره هنبقى نقولها بعدين. نيجي بقى للجزء الاهم وهو تشتري ايه للموبايل بتاعك. ان شاء الله في نفس وقت نزول الفيديو ده او بعديها بيوم او يومين هتلاقوا فيديو تاني على قناه الاكسسوارات، واللي هسيب لكم الرابط بتاعه اول ما ينزل هتلاقوه تحت في الوصف. جايبين بقى مجموعه كبيره من الشواحن من IQ ستور، نقعد نجرب فيها ونشوف كل شاحن مميزاته ايه وسعره كام والكلام ده كله. لكن خليني هنا اديك الخطوات اللي انت تعملها وانت رايح تشتري. مبدئيا انت لازم تعرف الموبايل بتاعك ده بيدعم تقنيه شحن اسمها ايه، وبيدعم لحد كام واط. يعني مثلا انت معاك ايفون 14 فده بيدعم تقنيه باور ديليفري كام واط؟ 27 واط، وبالتالي تدور على شاحن بيدعم
بيدعم تقنيه باور ديليفري، وبيشحن اما قد ال 27 واط دول او اعلى. يعني لو جبت شاحن مثلا 30 واط 35 واط هيشحن برده معاك ال 27 واط، وبالتالي الشواحن اللي انت بتروح تدور عليها 27 واط او اعلى ومكتوب عليها باور ديليفري. معاك مثلا سامسونج اي 24 اي 34 في موبايلك بيدعم شحن سريع بتقنيه بي بي اس 25 واط اقصى حاجه، فتروح تدور على شاحن مكتوب عليه بي بي اس مش بي دي، بي بي اس او بي دي وبي بي اس، يعني دور على ده ويكون 25 واط او اعلى. طبعا ممكن تشتري اقل، ساعتها هتشحن مثلا جبت 20 واط هتشحن 20 واط، مش هتبقى مستغل قدره الموبايل بتاعك للاخر، لكن يعني لو الفلوس مقصره وانت معكش غير شاحن ب 20 واط فاشحن ب 20 واط. طبعا في حالات هايبر تشارج وفوك فغالبا انت مش هتلاقي الشواحن دي من شركات تانية، لازم تكون من شاومي او من اوبو. وطبعا الاسلاك كمان بتفرق، الفوك تحديدا مثلا تشتري له شاحن بيدعم الفوك، لان بيبقى فيه تقنيات جوه السلك نفسه لازم تتوافق مع الشاحن وتتوافق مع الموبايل، كذلك الهايبر تشارج فلازم تتاكد كمان ان السلك متوافق مع الشحن السريع. في حاله الفوك لازم تشتري سلك مدعوم بالفوك، وفي حاله الهايبر تشارج كذلك. كمان في حالات تانية زي مثلا سامسونج مثلا، نفترض ان انت شاري موبايل اللي بيدعم ال 45 واط ومعاك كمان الشاحن ال 45 واط، وجيت تشحن بالسلك العادي اللي هو موجود في العلبه اللي هو بيدعم 25 واط بس، هتلاقي موبايلك بيشحن 25 واط بس. ليه؟ لان الشاحن ال 45 واط ده السلك بتاعه بيبقى اتخن شويه وبيدعم 5 امبير، فتاكد ان السلك اللي انت شاريه كمان متوافق مع الشاحن والموبايل والامبير بتاعه متوافق مع كله. نيجي بقى للناس اللي معاهم موبايلات سامسونج تحديدا مؤخرا، بالذات ان سامسونج في الفئه الاقتصاديه كمان ما بقتش تحط شواحن، فالناس بقت تشتري شواحن، وناس كتير بتحب تشتري شاحن سامسونج نفسها. وللاسف ناس كتير شفناها في الجروب بتشتكي انه اشترت شواحن وطلعت مقلده، او اشترت شواحن مش اصليه على انها اصليه، ولدرجه انها في ناس بتشتري شواحن من اماكن تبدو توكيلات ومع ذلك الشاحن بيبقى مش اصلي. الحقيقه الشباب في جروب مستخدمين اس 22 الترا ومستخدمين اس 23 الترا عملوا مجهود كبير قوي وكاتبين بوستات كتيره عن التفرقه ما بين الشواحن اللي مش اصليه والشواحن الاصليه. هسيب لكم البوستات دي كلها تحت في الديسكربشن تستفيدوا بيها. ولكن اختصارا كده، شاحن سامسونج تحديدا لازم تشتريه من مكان يكون موثوق، يكون معاك فاتوره، يكون مديهولك في علبه مش مديهولك عريان كده، ويكون مصنوع في فيتنام مش مصنوع في الصين، لان شاحن سامسونج الاصليه مش بتتصنع في الصين. يبقى مكتوب على ظهر العلبه وعلى ظهر الشاحن نفسه تاريخ التصنيع باليوم والشهر والسنه، ويبقوا الاثنين متوافقين بالظبط. بس ربنا يبعد عنك النصابين. اخيرا بقى نرد على شويه اسئله جات لنا في بوست الجروب وبوست القناه. طبعا احنا ردينا على اسئله كتير واحنا ماشيين في السكه، لكن في شويه اسئله كده هنعدي عليها سريعا. واول سؤال واكتر سؤال بيتسال، هل انا ممكن اشحن الساعه بتاعتي السماعات الباور بانك بنفس الشاحن اللي بسحن بيه الموبايل ولا هيبوظوا؟ زي ما قلنا من شويه ان الشواحن بقت ذكيه وبقت تشوف ايه الجهاز اللي هي متوصله عليه وتديله الكهرباء اللي هو محتاجها، وبالتالي مفيش اي ضرر من انت تشحن اي اكسسوارات عندك باي شاحن عندك دلوقتي طالما الشاحن اصلي وسليم. طيب انا كان معايا موبايل اوبو مثلا، فالشاحن بتاعه فوك، الشاحن لسه معايا، وجبت موبايل سامسونج لسه ما اشتريتلوش شاحن، هل ينفع اشحن موبايلي سامسونج بالشاحن الفوك اللي معايا ده؟ هل هيكون في ضرر؟ الاجابه هي لا، مش هيكون في ضرر. اي شاحن اصلي ممكن يشحن اي موبايل حتى لو التقنيه مختلفه، لكن لو التقنيه مختلفه اللي هيحصل ان الشحن هيبقى بطيء، هيشحن 5 فولت 2 امبير اللي هي 10 واط بس او اقل كمان، وبالتالي هو مش هيحصل ضرر لكن سرعه الشحن هتبقى بطيئه. فتقدر ان انت تستخدم اي شاحن عندك طالما اصلي وسليم لحد ما تشتري شاحن متوافق مع موبايلك ويديك السرعه الكامله لموبايلك. نفس الفكره برضو الناس اللي بتسال على هل مثلا انا موبايلي بيدعم 25 واط، لو شحنته بشاحن مكتوب عليه 100 واط هل هيبوظ؟ هيخش ال 100 واط كلهم جوه الموبايل؟ الاجابه هي لا. زي ما قلنا من شويه برضو الشواحن ذكيه بتشوف الموبايل محتاج ايه وتديله على قد الموبايل ده، ومش معنى ان الشاحن مكتوب عليه 100 واط ان هو بيفضل يدي ال 100 واط دي على طول. زي ما قلنا حتى في الموبايل اللي بيدعم ال 100 واط هو مش بيفضل يشحن 100 واط، هو بيشحن 100 واط دي فتره محدده وبعد كده بيقل. فالشواحن بتقدر تغير هي من نفسها بقى قدر الكهرباء او قدر الفولت والامبير اللي هي بتديه للموبايل، فما تقلقش. يعني في ناس مثلا بتشتري شاحن قدرته عاليه قوي عشان تشحن مثلا اللاب بتاعها لو هو بيدعم باور ديليفري، تشحن اللاب وتشحن الموبايل في نفس الوقت. سؤال تاني كان بيجي ليه في شواحن كبيره وشواحن صغيره؟ دي شرحناها واحنا ماشيين. موضوع الجان ده خلى الشواحن اصغر، لكن كمان فكره ان في تقنيات شحن سريع بتدي امبير اكتر دي بتبقى محتاجه انها تبقى اضخم عشان بتعمل عمليات زياده جوه الشاحن تخلي الامبير يبقى اكتر، وبالتالي هو ده اللي بيفرق بقى ليه في شاحن كبير وفي شاحن صغير. اخيرا في سؤال دايما بيتسال، هو ليه سامسونج وابل وجوجل مش بيستخدموا نفس السرعات المجنونه بتاعت الشركات الصينيه؟ ليه اغلب موبايلاتهم 25 واط 30 واط؟ يوم ما وصلوا ل 45 واط كانت كده وفي موبايل واحد. والحقيقه ان ده كان موضوع فيديو عملته عن سياسات الشركات، هسيبه لك برضه تحت في الوصف. وبس كده، اتمنى انت تكون استفدت من الفيديو ده، واتمنى ان انا اكون وصلت المعلومات بالشكل المناسب. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير مع اي حد عاوز يستفيد من الفيديو ده، وسلام.